السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وفي احسن الاحوال. كيف ما عودتكم دائما قناه نجاح، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي كمقترح غادي نقترح عليكم طاجين ديال الفخر. شكون البنات فيكم اللي كيعجبها طاجين ديال الفخر كيف انا؟ طاجين ديال الفخر كيجي بنين بزاف وكيجي رائع. غادي ندوزو باش نشوف المكونات والطريقه باش غادي نحضروا هذا الطاجين ديال الغنمي. طاجين الغنمي على الفخر كيجي رائع بزاف. وهنا غادي نشوفوا كيف ما كتشوفوا معايا، راه خدينا واحد الكميه ديال اللحم ديال الغنمي اللي مغسول وهكا مقطرينه. كميه كيف اللي بغيتو، شحال ما بغيتو راه كتستعملوا. وغناخذوا الطاجين ديالنا اللي وضعنا فيه شويه ديال الثومه، شويه ديال الخرقوم البلدي، وشويه ديال داك القزبور حبوب. هاد اللحم بطبيعه الحال راه كيتواتى مع القزبور حبوب. شويه ديال القرفه حتى هي من المنسمات الرائعه ديال اللحم. كيف ما كنعرفوا الابزار هادو كلهم عطريه كنستعملوها في اللحم، كيعطيو واحد البنه زوينه. وانا خديت الخرقوم ملون ولا الزعفران كيف ما كتسميوه. هنا غادي نوضع كاع المكونات في الطاجين وغادي نشرمل اللحم. كيف ما كتشوفوا معايا نحاول نشرمل اللحم بهاد الخلطه هذه. الخرقوم كناخذوه بزيت، كنوضع واحد المعلقه كبيره تقريبا، لان هو الاساس. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش العطريه البنات، راه تقدروا ديروا تكتفيو غير بقزبور حبوب، القزبور حبوب والابزار والملحه، وشويه ديال الكمون وواحد القطيره ديال القرفه، ودهنوا اللحم ديالكم راه كيجي رائع بهاد العطريه اللي عطيتكم. واحد شويه ديال المروزيه الا كاينه. هادو هما العطريه اللي غادي نستعملو كيف ما كتشوفوا معايا. وحتى هادوك اللي قلت لكم، هاد العطريه اللي قلت لكم راه كتعطي واحد النسمه رائعه للحيمه ديالنا بلا ما نكثروا العطريه للناس اللي ما كيبغيوهاش. صافي غادي ندوز انا هنايا اللحم في هاد العطريه هادي كامله حتى غادي نشرمل اللحم ديالي كامل ونخلي واحد شويه يشرب ومن بعد نرجع معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا راه اللحيمه ديالنا شرملناها وخلينا واحد شويه حتى شربات هذيك هذيك العطريه كامله. غنوضع واحد العود ديال القريفه هكايا في الجنب. وضعنا الملحه اللي نسيتها البنات نسيت الملحه، ما وضعتهاش، راه وضعتها انا مازال. هنا غنوضع واحد تقريبا واحد نص كاس ديال زيت البلديه. كيبقى لكم الاختيار، تقدروا توضعوا زيت الروميه، زيت الروميه الا بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا وضعته فوق الفخر ديالي وغادي نخلي الطواجين ديالنا غادي يتقلى ونرجع معكم من بعد. هنا البنات راه كيف ما كتشوفوا معايا بدا كيتشحر. غادي نحاول نقلب كل طريف، غادي نقلبو باش يتشحر من الجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا معايا هنا قلبت كامل اللحم اللي عندي. غنوضع شويه ديال البصيله هكايا مشلضه، غادي نخليه يتشحر مزيان ومن بعد نرجع معكم.
صافي هنايا كنحاولوا نشحروا اللحيمه اللي عندنا مزيان. حنا كنقلبوا فيها وكتشحر حتى يعني تحمر من جميع الجوانب، ما تبقاش هكاك باللون، تاخد واحد اللون ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نقلبها من جميع الجوانب بعد ما بدا كيتشحر ليا الطاجين. واحد النقطة البنات بغيت نشير ليها بالنسبة للطاجين، الطبخ ديال الطاجين. بالنسبة للمرق البنات ما كنوضعوش المرق، كنخليو ديك اللحيمة ديالنا هي اللي تطلق لنا داك المرق ديالها، والبصل اللي استعملناه راه حتى هو كيطلق لنا داك المرق. نحاولوا بالنسبة للطاجين ما نوضعوش الماء بزاف، نحاولوا بقدر ما يمكن، خصوصا الا كانت عندنا الخضيره مع الطاجين او لا البصله راه حتى هي كتطلق لنا المرق ديالها هكا باش كيجي واحد الطاجين اللي بنين بزاف. ولا وضعناه البوطه راه كان تكون البوطه مهيله بزاف. الا كان على الفخر هكايا على الفحم راه كان يعني كنخليوه هكايا البصيله والخضره اللي كنستعملو راه كتطلق لينا الماء ديالها، وحتى اللحيمه ديالنا راه كتطلق الماء. صافي هنا وضعت البصله مشنفه وغادي نسدو باش هكا نخليه يطيب. دائما البنات كما قلت لكم راه السر باش كيجينا الطاجين رائع وبنين. كنكونوا ديما البوطه الا درناها على البوطه كتكون مهيله بزاف وما كنكثروش ليه الماء. يعني الا وضعنا نقدروا نوضعوا واحد تقريبا كاس ديال الماء ما كنفوتوش الا كان محتاج. اما لا كان الخضر وهذا راه ما كنضيفوش الماء وكنخليو البوطه مهيله باش هكا كيجينا بنين. هذا هو السر ديال الطاجين اللي كيجي بنين وكيجي هكا مدغمر. هنا وضعت كيف ما كتشوفوا معايا وضعت البصله مشنفه. كيبقى لكم اختيار تخدروا باش ما بغيتو. هنايا غندير انا هكايا البصله وغندير الزبيب من بعد. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات الطويجين ديالنا راه علينا يطيب. يعني كيف ما كتشوفوا راه المرق ديالي معلق. غادي نوضع انا هنا الزبيب. كيبقى لكم اختيار تقدروا ديروا البرقوق المشماش اللي بغيتو، كيبقى لكم اختيار باش ما بغيتو تخدروه. هنايا وضعت الزبيب الاحمر تقدروا ديروا الابيض حتى هو راه كيتواتى معاه، ولا داك الزبيب البلدي حتى هو راه زوين كيجي رائع جدا. هنا وضعت هذيك ربيطه ديال المعدنوس نسيت ما ذكرتهاش. صافي غادي نخليه يطيب يتغمر ليا. هو عليه يطيب الصراحه، خصو غير شويه ديال تقليله ديك المريقه. صافي غادي نزولو من على الفاخر. هذا هو الطاجين ديالنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيجي رائع جدا. هنا رافقته مع البطاطا مقليه. من بعد ما طاب من بعد ما تغمرات المريقه راه زولته من الفخر ووضعت قليت شويه البطاطا وضعت عليه كتقديم بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم من طبيعه الحال ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم والاشتراكات، وايضا بارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والمشاهده. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد، طبق جديد او وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير. السلام عليكم.